رجعت لكم بحلقة جديدة من حلقاتنا في سلسلة علاقات. النهاردة هتكلم عن الإهمال اللي هو معروف طبعا إنه بيموت أي علاقة مهما كانت قوية. وبالأكتر أنا عايزة أتكلم عن فكرة الانشغال أو الشخص اللي هو عامل طول الوقت مشغول. أنا عايزة أقول مفيش حد مشغول طول الوقت. إحنا لما بنحب نكلم حد بنكلمه. فكرة إن أنا مشغول 24 ساعة في 24 ساعة ده كلام مش حقيقي. فكرة إن أنا طول اليوم ما كانش عندي دقيقة واحدة أبعت حتى فيها مسج أو أتصل لو دقيقة، ده كلام مش منطقي بالمرة. لما شخص بيجي يقولك أنا طول اليوم كان عندي شغل وكنت في المكان الفلاني وكنت بعمل كذا وكنت بسوي كذا، هو ما كدبش، هو كان بيعمل كل ده. لكن لو هو حب ان هو يخلق لك وقت عشان يكلمك اثناء اليوم والانشغال، اعرف في اللحظة دي ان انت من اولوياته. لو انت ما لقيتش نفسك من اولويات الشخص ده يبقى انت حاجة معدودة في يومه. بالظبط زي انا لما بخرج الصبح واروح شغلي، كل إنسان فينا له دايرة علاقات زي ما قلنا في أول حلقة. دايرة العلاقات بتاعتنا فيها ناس كتير. أكيد أنا مش هسيب شغلي طول اليوم وأفضل أكلم الناس دي، هستنى الوقت اللي أكون فاضي فيه وأكلمه. لكن الشخص اللي أنا مرتبط بيه أو اللي بحبه أنا بخلق له وقت علشان أكلمه فيه. في عز انشغالي هكلمه، في عز ضغطي هكلمه. بدليل ان احنا بنلاقي الراجل في اول العلاقة بيهتم بالست اهتمام مبالغ فيه، في عز شغله، في نومه، في الحلم احيانا عادي ممكن يكلمها، مفيش مشكلة. لكن اول ما بيضمن وجودها في حياته بتبقى حاجة عادية بالنسبة له، بيبتدي يبقى مشغول طول الوقت، والحاجات اللي كان بيعملها بيبطل يعملها بحجة ان هو مشغول. هنا بتنتهي الرغبة اللي بيحركنا في حياتنا كلنا كبشر، ستات ورجالة. الرغبة، لو انت عندك رغبة واحتياج لشخص معين او لحاجة معينة هتكرس ليها الوقت الكافي انك تعملها. لذلك احنا الستات الاهتمام بيختلف عننا عن الراجل، لان احنا ممكن نقضي وقتنا كله حتى في عز انشغالنا بنكلم الشخص اللي احنا بنحبه. احنا بنشوف ان الاهتمام ما بيأثرش على يومنا في حاجة. الراجل ممكن شوية بيختلف وبيشوف ان يومه لا، ان شغلي اهم من ان انا اتكلم في التليفون، واحنا مقدرين لده. ولكن لو عدى يوم كامل من غير ما يكلمك، اعرفي ان انت مش من اولويات الشخص ده. هو حطك ضمن القائمة بتاعته. طب ليه ما بينهيش علاقته بيا؟ هو مش عايز يخسرك، هو حبك تفضلي موجودة في حياته، ولكن في الوقت اللي يبقى فاضي فيه، في الوقت اللي يبقى مزاجه رايق فيه. انت ليكي وقت معين هو هيخصصهولك، ليكي احتياج معين هيجيلك وقتها. غير كده مش هتبقي من اولوياته ومش هتبقي رقم واحد في حياته. انا مشغول طول اليوم، انت مشغول، بس لو عايز تخلق وقت هتخلقه. مفيش حاجة اسمها الظروف ما بتمنعش حد. احتياجاتنا، رغباتنا هي اللي بتحركنا تجاه الأشخاص. شوف انت عايز مني ايه، وساعتها هتلاقي احتياجك هو اللي بيحركك. لو انت بتحبني وانا شخص مميز في حياتك، مستحيل هتقدر تعدي يومك بحجة انا كان عندي كذا وكان عندي كذا وكان عندي كذا. اللي بيحركك، احنا اساسا ماشيين برغباتنا واحتياجاتنا، واللي يقول لكم احنا ماشيين بعقلنا ده بيضحك عليكم. العقل ده له وقت بنفكر بيه، لكن دايما احتياجاتنا ومشاعرنا هي اللي بتحركنا تجاه الأشخاص. لو أنا عايز فلان ده يفضل موجود في حياتي، هحاول أني أسيبه موجود في حياتي وحافظ عليه من غير ما أخسره، ولكن مش هقدر أديله من وقتي فوق استطاعتي. اللي يديك من وقته ويهتم بيك فوق استطاعته ويخلق ليك الوقت في عز انشغاله، هو ده اللي بيحبك وهو ده اللي عايزك. غير كده كلام فاضي.
اي كلام يقولهولك او اي كلام هي تقولهولك ده كلام فاضي. هي مش عايزة تخصص لك وقت، لان انت مش اساسي. انت كده مش الاساسي، وانت كده مش الاساسية. في حد تاني اساسي. انت كده مش حاجة، مش رقم واحد في حياته. يوم ما هتبقي رقم واحد، يوم ما هتبقي كل اهتماماته. مفيش حاجة اسمها الظروف احنا اللي بنحركها، واحنا اللي بنخلق الوقت، واحنا اللي بنخلق المساحة لنفسنا ان احنا نكون مع الناس اللي بنحبهم. يا رب يكون قدرت افيدكم، واستنوني في حلقة جديدة من سلسلة علاقات.